كنت تعرف ان انت من خلال لمبة الاشعارات ممكن تميز بين اي تطبيق وصلك منه اشعار من خلال لون لمبة الاشعارات؟ وليكن الاخضر اللي قدامك ده معناه الواتساب، لو لونه احمر هيكون اليوتيوب، لو لونه ازرق هيكون الفيسبوك. وتعالى مع بعض نعملها مع بعض، وهسيب لكم اسم التطبيق في اول كومنت. وده كده اسلوب العرض كلاسيك ليد. ده اللي هو اسلوب ظهور الاضاءة بتاعة الاشعار زي ما حضراتكم شايفين. ده كده جانبي. والشكل التاني اللي هيكون معانا اللي هو لمبة الإشعارات الجانبية اللي بتكون عبارة عن ثقب دائري في الموبايل زي ما حضراتكم شايفين بالشكل اللي قدامكم ده. والتطبيق لو معرفتش توصله اسألني عليه في الكومنتات، وهسيبلك اسمه في الكومنتات. ودي كده تطبيقات بتديله اوكي، وبتختار التطبيق اللي انت حابب تفعله على الإشعار أو اللون اللي حضرتك حابب تفعله. زي ما حضرتك شايف الألوان كتير والتطبيقات كلها موجودة. التطبيق ده اول ما بتنزله بيحتاج اذونات بحيث ان هو يشتغل فوق الاشعارات الطبيعية بتاعة الجهاز. واي تطبيق حضرتك بيوصلك منه اشعارات ممكن تفعله من هنا. لو مش حابب تفعل تطبيق معين بتقفله بالشكل اللي قدامك ده كده. وزي ما قلت لكم هسيب لكم التطبيق في اول كومنت. وفي شوية ميزات تانية، ممكن تزود السطوع، تقلل السطوع، تعمل نصف قطر اللي هو زاوية الحافة ده. دي حاجة ترجع لك انت، ودي كلها ميزات في تعديل شكل الإشعار. شوف حضرتك حابب أي شكل وأي إضاءة، ودي أذواق طبعا هسيبها لحضراتكم. في نهاية الفيديو متنسناش من اللايك والمتابعة، ولو عندك أي استفسار سيبهولنا في كومنت وإن شاء الله هنجاوب.